يا صباح الفل، يا صباح الجمال، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا، بقالي كتير جدا عايزه انزل لكم الفيديو ده. والله مصوره فيديوهات كتير عايزه انزلها لكم، وديكور رمضان وتجهيزات رمضان وتجهيزات الولاده. عايزه اقول لكم في فيديوهات المفروض تنزل لكم، بس للاسف اتاخرت، وده لاسباب كتير جدا جدا هحكيها لكم بقى في خلال الفيديو. المهم قولوا لي اخباراتكم ايه، كل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان بكره. اكيد طبعا كلكم خلصتوا بقى وفرشتوا والدنيا تمام، انا اللي على طول دايما متاخره كده. بس طبعا انتوا عارفين بقى الظروف اللي انا بمر بيها والتعب، وخلاص هولت كمان كام يوم، عايزاكم تدعوا لي بقى كتير. المهم هنبتدي النهارده الفيديو مع بعض. هنعمل حاجات كتير قوي النهارده. ابتديت الاول بزراعه البوتس بتاعتي، كانت عايزه تتنضف. عملتها بالفوطه بتاعه التراب، وهي نضفتها وسبتها في البلكونه شويه تتهوى، علشان بيفرق قوي جدا مع الزرع الموضوع ده. انا كده كده قافله التندة علشان انا نشره السجاجيد، فما مش بحب ارفع التندة عشان الدنيا عندي هنا تراب. المقطم كله تراب بصراحة، فبستغل التندة في ان انا اقفلها كده علشان ما توسخليش السجاجيد اول حاجة. ثانيا عشان بقى ما توسخليش بقى البلكونة وجوه بس مش دايما بصراحة قافلاها يعني، الايام بس اللي بحس فيها تراب. اسيب بقى الزرعة بتاعتي الجميلة تتشمس شوية او تتهوى شوية، وبسيبها ساعتين بس وبدخلها. تعالوا بوريكم حاجات جبتها للكوفي كورنر، قمر قمر جدا. جبت المج ده، حلو جدا جدا بجد، يعني مج بقى مجي المفضل اليومين دول. حبيته قوي، هو فخار. المج التاني ده برضو نفس الموضوع، دول كلهم هاند ميد يا بنات. بجد الحاجات الفخار الهاند ميد دي بتبقى شيك جدا، بتبقى قطعه كمان مميزه جدا جدا. هسيب لكم كمان اللينك البيج تحت في الكابشن، بقول لكم في الكابشن. خلاص دماغي رايحه انستجرام خالص. هسيب لكم لينك الفيديو تحت في صندوق الوصف او في الديسكريبشن، اللي انا جبت منهم الحاجات دي. بصوا، هو انا عايزه اكلمكم في الموضوع ده اصلا بقى، ان انا الحمد لله الحمد لله اخيرا عملت الحاجه اللي انا بقالي كتير جدا جدا كان نفسي اعملها، وهي ان انا اعمل بيدج خاصه بيا. بس مش حاجة معينة. انا كنت بفكر في الموضوع ده بقالي فترة طويلة، بس كنت دايما لما باخد الخطوة برجع فيها تاني. فبصراحة في ناس كتير جدا شجعوني، ناس كتير كتير يعني. فقلت خلاص هو مش وقته، هو طبعا ولادة بقى وكده، بس سبحان الله يعني. قلت لا، يعني انا هتكل على ربنا وان شاء الله خير. فعملتها انا واختي. بصوا بقى، هي البيدج فيها حاجات كتير جدا متنوعه، هسيب لكم تحت اللينك بتاعها، ادخلوا بقى شوفوا الحاجه. مش بنشتغل في حاجه معينه يعني، بس عارفين ايه فكره اللي هو كل الحاجات الديكوريشن او الديكور اللي طالعه ترند اليومين دول، او الحاجات اللي مطلوبه قوي اليومين دول. انا بقى دي الفكره جات لي من كده، الحاجه اللي مطلوبه قوي والناس مهتميه بيها هقدر اوفرها لكم في البيدج. بصوا المج القمر ده برضو هناك. في مجات حلوه جدا، الكنكه التحفه دي، الكنكه دي انا يوميا خلاص معتمداها في القهوه. عايز اقول لكم بتخلي طعم القهوه رهيبه، بجد بتخلي طعم القهوه حلو قوي. وكمان الفنجان العسل ده برضو هو الست دي مع بعضها، او الطقم ده مع بعضه، او ممكن بالقطعه عادي. يعني الكنكه لوحدها، المج لوحده، الفنجان لوحده. بس انا حابه كده عملت ماتشنج كده، ان يبقى الكنكه والمج شبه بعض، والفنجان الصغنطوط ده فيه تاتش كده ابيض. بس عملت كده الرف. انا هنا برتب معاكم الكوفي كورنر، عشان بقى هنخلص الكوفي كورنر وهندخل على المطبخ علشان نعمل ديكور بقى رمضان وحاجات. عارفين بقى الحاجات الحلوه دي اللي بتحسسنا برمضان. بصوا انا يعتبر خلصت خلاص، بس ناقص لي ان انا انزل لكم الفيديوهات. فكده انا حطيت تاتش بسيط. الفانوس ده بينور عشان احس برضو ان الكوفي كورنر فيه تاتش كده رمضان. ليه ما شلتش مكنه القهوه والحاجات دي؟ عشان رمضان انا بحب اسيبها، لان دايما بعد الفطار النسكافيه او القهوه والحاجات دي محتاجها جدا. طب هعمل ازاي ركن مشروبات او حاجات لرمضان؟ مش هعملها في الكافي كورنر، هوريكم بقى عشان مش عايزه احرق لكم الموضوع. يعني جنب الكافي كورنر كده في الريسبشن انا عملت حاجه جديده هتعجبكم جدا ان شاء الله. فقررت ان انا هعمل فيها ركن خاص كده برمضان، بالمشروبات بتاعت رمضان والحلويات والحاجات دي. هوريها لكم بس مش الفيديو ده.
الفيديو اللي هينزل لكم بكره باذن الله. طبعا هينزل لكم اول يوم رمضان، بس عادي بقى يعني، انا هنزله وخلاص بقى يعني، وانتوا بقى شجعوني واتفرجوا كده وقولوا لي رايكم. هنا كنت برتب الكوفي كورنر زي ما قلت لكم، وبحط بقى في العلب بتاعه المشروبات الحاجات بتاعتها عشان يبقى كل حاجه جاهزه. الباسكت الخوص ده برضو انا موفراه في البيج، عايزه اقول لكم رهيب في التنظيم، سواء في المطبخ سواء في اوضه النوم في اوضه الولاد. هو حلو جدا، جوكر بجد في التنظيم. في منه 3 مقاسات، في المقاس ده الوسط، في مقاس اكبر وفي مقاس اصغر. انا حابه المقاس ده في الكوفي كورنر عشان حلو كده، لامم لي كل العلب بتاعه المشروبات. انا كنت حاطه العلب دي لو تفتكروا فوق في الرف، قلت لا مش هحط بقى علب فوق، انا هحط مجات بس. علب المشروبات كلها هلمها في بوكسين كده، في الرف اللي تحت اللي هو في الكوفي كورنر من تحت اللي هو الرف المفتوح، بحيث ان هي تكون شكلها حلو مش باين يعني، هو شكله حلو اصلا وشيك وهو محطوط كده، وفي نفس الوقت لامم لي العلب. انا حط واحد هنا على اليمين، في بقى واحد تاني مفروض ان انا هشيل التي بوكس دي، وهحط واحد تاني على الشمال، يكونوا 2 ولامين بقى كل المشروبات فيها. انتوا فاهميني؟ بس فبجد البوكس ده حلو قوي في التنظيم. عايزه اقول لكم ان انا جبت منه كمان للمطبخ، ونظمت فيه حاجات كتيره جدا في المطبخ. فبجد حلو. حاجات الخوص كلها على فكره انا موفراها في البيتش. زي ما قلت لكم انا بحاول على قد ما اقدر. فكره البيج دي ايه؟ ان انا مش هشتغل في حاجه معينه، لا انا هشوف ايه الحاجات اللي طالعه ترند، الحاجات اللي مطلوبه قوي اليومين دول، وهحاول اوفرها لكم طبعا باسعار طبعا اقل من اللي بتتباع بره، عشان يعني تحسوا بفرق. فاهمين؟ كل الحاجات الخوص هتلاقوها في بقى ديكورات تحفه. الديكورات كلها ترندي، الفخار، ديكورات المطبخ، كل الحاجات دي هتلاقوها ان شاء الله هيعجبكم يعني. دي كان الشمعة اللي انا ولعتها دلوقتي دي، عايز اقول لكم انا عملتها في البيت اصلا ومصورها لكم وما نزلتهاش. هنزلها لكم لو عايزين الطريقه قولوا لي، وانا هنزلها لكم ان شاء الله في خلال الايام اللي جايه. عملت الحجم ده، عملت كمان جار اكبر منه ببواقي الشمع اللي كانت عندي. يعني انا كان عندي بواقي شمع كتير قوي وكنت بشيلها بصراحه عشان اعيد تدويرها يعني. فطلعت بقى كل بواقي الشمع اللي عندي، وعملت الجار دي، وعملت جار كبيره كده حطها في الريسبشن، شكلها تحفه بجد تحفه. وطبعا بروايح يعني مش ساده. بجد الموضوع ممتع جدا. نرجع بقى لموضوع اعاده التدوير والحاجات اللي انا بحبها دي، اللي انا بجد مفتقداها قوي. يعني انا من زمان انتوا عارفين انا بحب اصلا حاجات الدي اي واي والحاجات دي، بس بقالي كتير قوي مع التعب بقى الحمل والكلام ده كنت خلاص بقى يعني فقدت الشغف في الحاجات دي كلها. فبحاول ارجعها يعني، مع ان انا عارفه ان الفتره اللي جايه فتره صعبه في حياتي طبعا بقى، الولاده والبيبي وكده مش هبقى فاضيه للكلام ده، بس بحاول اطلع نفسي من المود ده. يعني كل ما حد يجي يقول لي انت داخله على فتره صعبه وازاي هتعملي الحاجات دي دلوقتي، ودخلتي نفسك في شغل ودخلتي نفسك في مش عارفه في ايه، لا ربنا ان شاء الله هيقويني باذن الله، انا واثقه. وان شاء الله ارجع كده زي الاول واحسن، واكمل موضوع الشغل وكل حاجه. عايزاكم بس تدعوا لي. بصوا بقى مجي المفضل اللي انا بقول لكم عليه بجد تحفه، بحبه قوي. اولا حجمه حلو جدا، ثانيا شكله شيك كده وقيم. انا بحب قوي 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 بجد المجات الهاند ميد، بجد بتخطف قلبي كده. قعدت بقى هنا عشان كنت برتب موضوع الشغل، وعايزه ارتب كده افكاري قبل الولاده، علشان ما احسش ان الدنيا لايصه كده ومش فاهمه حاجه. وفي حاجات كده هتطلع قبل رمضان فبظبطها. بصوا بقى الكاندل الاموره دي تحفه، بحبها جدا. دي برضو على فكره انا اللي عاملاها. دي كانت اصلا جار كنت جايبه فيه برضو شمع وخلص، فانا عدت تدويره تاني. لو عايزين الجار دي يا بنات برضو انا بوفرها في البيتش، بس مش انا اللي عاملاها اكيد يعني لا دي جاهزه يعني، جايه جاهزه، بس انا كنت جايباها جاهزه. واستخسرت بصراحه العلبه بتاعتها شكلها شيك كده وجميله، فقلت اعملها تاني. اليومين دول عايزه اقول لكم بقى بسبب موضوع الولاده وكده، ان انا قربت بحس ان دايما جلدي ناشف، فبقيت استخدم لونا اللي هو المرطب ده، حلو قوي على فكره النوع ده. في ترطيب الايد رهيب جبار بجد. فدايما كده الصبح بحب كده ان انا ارطب بيه ايديا عشان ما انساش، فبحطه جنبي. يعني انا حاطه واحد عند في المطبخ عند الحوض، عشان برضو افكر نفسي عشان انا ساعات بنسى. فبعد ما بخلص بقى مواعين بقى وانتوا عارفين والكلام ده، برطب ايديا. وبرضو حاطه واحد بره عشان الصبح كده اقعد برضو ارطب ايدي.
هقعد بقى كده ارتب الدنيا، وجبت الاجنده بتاعتي وارتب افكاري وارتب موضوع الشغل. عايزاكم تدعوا لي كتير بجد بجد بجد. ادعوا لي اولا ان انا يعني في موضوع الولاده ان انا اقوم بالسلامه انا والبيبي. انا خلاص هولد باذن الله يوم الاحد الجاي، فعايزاكم تدعوا لي كتير بجد عشان انا قلقانه قوي مش عارفه ليه. وعايزاكم تدعوا لي كمان في موضوع البادج والشغل دي ان هي تكمل كده على خير، عشان انا ساعات في ناس بتجيب لي احباط. فمش عايزه افكر في السلبيات، انا عايزه افكر في ايجابيات بس، وعايزاكم تدعوا لي. فربنا ان شاء الله معايا كده، وعايزاكم تدعوا لي كتير. وان شاء الله هتابع معاكم بقى، هنزل لكم فيديو بكره على طول الفرش. انا عارفه ان انا متاخره وكلكم فرشتوا كل حاجه، بس انا بحب اشارك معاكم دايما اول باول الحاجات اللي انا بعملها، عشان تعرفوا كمان ايه التجديدات اللي انا عملتها في البيت. بصوا بقى، احنا دخلنا كده على المطبخ عشان هنرتب بقى المطبخ بالمشتريات الجديدة، وهنعمل كده كام تاتش كده لرمضان عشان نحس ببهجة رمضان في المطبخ. بس حبيت الاول اوريكم المنظف اللي انا بستخدمه للرخامات بتاعه المطبخ، او معتمداه اليومين دول يعني. انا بستخدم مستك الاورنج ده اللي هو بيكون باودر، بحطه على ميه دافيه وبستنى لما يفور كده علشان بنضف بيه بقى كل حاجه تتخيلوها، زي المنظف اللي انا كنت عاملاه معاكم كولوريكس الوان، بس خلاص بقى طبعا كولوريكس الوان بقى مقاطعه وانا خلاص ما بقيتش اجيبه. فده بالنسبه لي يعني زي كولوريكس الوان بالظبط. فبجيب بخاخه كده وبحط فيها اللي هو الماستك الاورنج ده مع الميه الدافيه، وعايز اقول لكم بينضف جدا جدا، بنضف بيه رخامه، بنضف بيه السيراميك بتاع المطبخ، الظرف كمان بتاعه المطبخ. لو وقع حاجه على السجاده، عارفين هو منقذ بالنسبه لي في كل حاجه. بس اهم حاجه ان انتوا تعملوها بميه سخنه، علشان يتفاعل الميه السخنه بتتفاعل مع البودر بتاع المستك ده. بيعملوا كده الفوم ده، فالفوم ده اللي بينضف اصلا. فبجد بيكون رهيب. اي حاجه بتقع على السجاده بجيب البخاخه دي في ساعتها. بصوا بقى، انا دلوقتي كده عملت البخاخه دي، حطيت فيها اللي هو المستك الاورنج وميه دافيه وبس، وهبتدي بقى كده ارج الخليط ده. ده بجد بيبقى خطير جدا لو انا عايزه حاجه سريعه اعمل بيها الرخامه، اعمل بيها السيراميك بتاع المطبخ، يعني الدولاب بتاع المطبخ نفسه والظرف. فبيبقى منجز قوي. تمام، هو كده كده اوريدي المطبخ نضيف، بس عايز تلميع، عارفين التلميع الاخيره اللي هو قبل الفرش بقى ده. فقلت اعمله معاكم. تمام، بصوا كده. ونجيب بقى الليفه ونبتدي نعمل. بصوا انا مش هعمل بالليفه، يعني المفروض ان انا هعمل بالليفه دي سوري انا مش مركزه، هعمل بالليفه دي وهاخد كمان معايا الفوطه وهنبتدي نعمل. تعالوا بس نقرب بس كده اهو. بصوا بقى، شايفين البقعة اللي موجودة على بديل الرخام دي؟ مش يعني مش بقعة او عدم نظافة، لا ده بديل الرخام نفسه قشر او عمل كده، مش عارفة من ايه بصراحة. بس هو اللي هي الست اللي بتيجي تساعدني تقريبا كده حطت عليه حاجة سخنة او مش عارفة بصراحة، مش عارفة، مع ان هو بيستحمل السخونية يعني معايا. المهم ان انا بقالي اصلا تقريبا 3 سنين مركباه، فمده حلوه يعني. فيعني مش زعلانه ان هو اتقشر منه، بس عايزه بقى خلاص اعمله بقى اجدده. فكنت بفكر اجدده، وبعدين رجعت في كلامي وقلت ممكن اعمل اللي هو عارفين الاسطح الخشبي بتاعت مطابخ ايكيا، هي اسمها بيوروديرم تقريبا، مش فاكره الاسم قوي، بس هطلع لكم دلوقتي اسمه على الشاشه لو افتكرته يعني وصورته. بجد عجبني جدا، وقلت بدل ما اجيب بقى لوح بديل رخام استبدله بالسطح الخشبي ده، حاسه هيكون تغيير كده. فقولوا لي رايكم ايه، هل اجيب بديل الرخام واكمل بيه، ولا اجيب السطح الخشبي ده احسن؟ عشان انا محتاره بصراحه. وبعدين انا كنت عايزه اعمل تجديد اصلا في المطبخ،
ان انا هفتح المطبخ. تمام، انا لما هفتحه هحتاج جزء من الرخامه او كاونتر تاني هعمله. فكده كده بقى بالمره اعمل الموضوع ده. فقولوا لي رايكم ايه فيه، عشان انا ان شاء الله هعمله بعد الولاده، فمحتاره. المهم شفتوا بقى العياشه القمر دي. العياشه دي بجد من اكتر الحاجات العمليه جدا جدا اللي انا جبتها في المطبخ. بجد بتلملي كل الكركبه اللي على الرخامه. اي حاجه الفطار بقى، الفينو بتاع السندوتشات، حاجات السندوتشات بتاعت الولاد، البسكوتات، عارفين الحاجات اللي هي بتبقى متنطوره دايما على الرخامه في كل حته دي. لا بجد العياشه دي تحفه، والخامه بتاعتها حلوه. انا مش بقول لكم كده عشان اسوق للعياشه، لان انا نزلتها البيج عندي لما لقيتها تحفه كده، لان انا شفت بصراحه عياشات كتير وماتيريال كتير قوي ما كانتش بتعجبني. فدي لما عجبتني ولقيتها فعلا فعلا حلوه، قلت خلاص هنزلها عندي في البيج عشان بجد هي رهيبه. عايزه اقول لكم في ناس كتيره جدا طلبوها مني وشكروا فيها، وهي بجد الخامه بتاعتها حلوه جدا جدا. فلو حابين بقى العياش، تطلبوا العياشه دي يعني هتلاقوها في البيج اللي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف. المهم حطيت بقى الزرعه بتاعت ايكيا، وحطيت منبه، حطيت حاجات اللي انا بستخدمها، ما حطيتش حاجات ديكور وخلاص. يعني البرطمانات بتاعت السكر والقهوه والشاي بستخدمهم، الفواحه، الصينيه، حطيت بس تاتش بسيط كده من الفانوس عشان يعني رمضان جه بقى وكده. بس وهنا حطيت الفواحه جنب الكوسترات دي، بس بعد كده بدلتها. يعني انا بحب دايما اشغل الفواحه هنا في المطبخ، بس مش عارفة يعني بعد كده حطيت حاجة تانية كده تحسسنا برمضان اكتر. بس الفواحة فعلا في المطبخ بجد بالنسبة لي بعد ما بخلص شغل المطبخ كده واشغلها بتبقى بجد يعني حلوة جدا، بتقلب كده ريحة المطبخ تماما. الفواحة دي كنت جايباها من بيج على الانستجرام اسمها ايمي تقريبا، ايمي اونلاين. هحاول لو افتكرت اسيب لكم البيج بتاعتها. جيت هنا بقى على الماسوره بتاعت ايكيا المعدن، غيرت فيها شويه حاجات كده برضو بالمشتريات الجديده. بصوا ده كده فرع الليد اللي هو بالبطاريات. تمام بصوا اهو، بس هو مش باين قوي عشان الاضاءه، عشان احنا لسه بالنهار فالاضاءه مش مبينه، لكن بالليل بيبقى شكله رهيب. فانا بحطه كده هنا وببتدي الفه على الماسوره دي. عايزه اقول لكم بيدي اضاءه بالليل خطيره، بيبقى شكلها امور قوي. يعني انا حتى غير يعني مش عشان رمضان، انا غير رمضان كمان ببقى مشغلاه، بيبقى حلو قوي بالليل كده في الاضاءه الهاديه. اهو ده الشلال بتاع الزرع، احطه كده هنا. حطيت طبعا الشلال بتاعي القمر اللي انا ما بستغناش عنه خالص، بجد غير تماما شكل الركن ده. وكنت جايبه للماسوره دي هوكات كده، وريتها لكم في الفيديو بتاع المشتريات لو تفتكروا. الهوكات دي انا كنت جايباها علشان كنت عايزه هوكات معدن كده رفيعه عشان احط عليها الاسباتيولات الخشب اللي انا جبتها برضو في فيديو مشتريات اهي. بجد الاسباتيولات دي فظيعه حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان انا الاسباتيولات دي برضو موفراها في البيج عندي، عشان انا كنت بشوفها في بيجات تانية كتير بصراحه باسعار مبالغ فيها جدا، فانا وفرتها لكم بسعر اقل. حلوين جدا على فكره، شكلهم اولا شيك جدا. في منهم الوان، يعني في منهم اليد بتاعتها خشبي بس الابيض ده مختلف يعني. بس انا طبعا جبت ابيض في خشبي عشان يليق عندي بقى في المطبخ وكده. حطيت الاسباتيولات وكنت هغير بصراحه الهوكات ارشها كلها ابيض، بس قلت مش مشكله يعني هما مدين بهجه برضو، الوانهم مش اوفر قوي حلوه، فمرضتش اغيرها بصراحه.
وحطيت كمان المضرب بتاع النسكافيه، وحطيت المج بتاعي المعتاد بتاع جود مورنينج ده، بحب احطه هنا كده. يعني كل مج ببقى معلقه عليه اليومين دول، تلاقوني حطيته في الكورنر ده. بس حطيت كمان الاسبونجه دي، بحبها قوي، الوانها اولا مبهجه، ثانيا حسيتها لايقه بقى، اللي هو جود سمايل مع جود مورنينج مع الالوان وكده، فعجبتني قوي هنا. حطيت كمان هنا زرعه البوتس. انا بحب دايما احط عند الحوض زرعه طبيعيه، واكيد بوتس، لان البوتس الوحيده اللي بتعيش بقى في جو المطبخ والجو الضلمه والظل وكده. وبحطها في ميه علشان هي في ميه بتعيش اكتر، وورقها بيخضر اكتر، وبتبقى مفرفشه كده وجميله. فحطيت البوتس هنا. نجيب بقى عند الركن ده، كنت حاطه قبل كده منظم ايكيا الاسود، بس بصراحه شلته دخلته التويلت، وقلت هنا هستخدم الحاجات اللي انا بستخدمها باستمرار. يعني مثلا اللي هو الليفه بتاعه الاطباق دي، الديسبنسر بتاع ايكيا بتاع الصابون. حطيت كمان اللي هو الكريم المرطب عشان بحب احطه هنا في الجزء ده. اللي هي المسطره دي او الشماعه دي، انا بحط دايما عليها فوطه عشان تبقى جنب ايديا يعني. بصوا انا جبت الجوانتي ده حلو قوي على فكره. هو كده لونه لذيذ قوي، عجبني فكره ان هو في زي من هنا كده سبونج او حاجه. مجربتوش لسه، بس هجربه معاكم واقول لكم هل هو حلو فعلا وعملي ولا لا. بس هو كيوت قوي فشكله عجبني، فعايزه احطه كده هنا، وان شاء الله نجربه مع بعض. احط كمان السبونج دي زي دي بالظبط. انا بحب شكلهم قوي لان شكلهم كيوت كده، شكلهم جميل، وبستخدمهم على فكره، يعني مش حطاهم كده كديكور بس، لا هما شكلهم حلو كديكور، وفي نفس الوقت انا بستخدمهم. بس كده. نفسي الاقي حل اسمه ايه، الفلتر ده بجد معصبني بطريقه مش طبيعيه بجد. مش عارفه اعمل ايه، نفسي اشيله من هنا، عامل لي ازمه. ان شاء الله اشوف له حل. تعالوا بقى نكمل بقيه الركن. جيت عند الركن اليمين ده، شلت الفلتر لحد ما اعرف بقى احطه فين، عشان انا بجد يعمل لي ازمه نفسيه. انا بحب الركن ده يكون هادي كده وسيمبل، فحسيت فيه دوشه كتير قوي، فشلته ونضفت كده الرخامه وكمان الحيطه السيراميك. وهنعمل كده بقى تنسيق كده هادي ومريح بحاجات برضو بنستخدمها، مش هنحط ديكورات ما بنستخدمهاش. عارفين انا بحب اعمل ديكورات على الرخامه، بس بكون في نفس الوقت بستخدمها. مين خد باله بقى ان انا غيرت في الصينيه بتاعت ماي كيتشن، عملت لها رجول. حسيتها وهي ليها ارجل ومرفوعه على الرخامه احسن بكتير وهي محطوطه كده، حسيتها كده قوي، يعني عجباني بصراحه جدا. برضو انتوا قولوا لي رايكم ايه، يعني عجبتكم كده اكتر بالارجل ولا لا؟ حطيت بقى هنا الكوستر الخوص ده، وعملت بقى المنظم ده للباتيولات الخشب. عايزه اقول لكم المنظم ده اصلا انا شفته على بنترست، بس معمول من الفخار او من البورسلين، فحسيته بصراحه مش هيكون عملي. الفخار اولا هيتكسر، وثانيا يبقى تقيل قوي، والبورسلين نفس الموضوع. لقيته في محل بلاستيكات كده عادي بيتباع، دي فازة اصلا، فجبتها بقى وعملت لها اللي هو الشريطة الخيش دي، وقلت هستخدمها مش فازة، هستخدمها للسباتيولات الخشب عشان تكون عملية، فيكون شكلها حلو، في نفس الوقت انا مستخدماها حاجة بستخدمها في المطبخ، فاهمين؟ مش ديكور وخلاص يعني. بس وطبعا ضفت زرع، اكيد عارفين ان انا لازم اي كورنر احط فيه زرع وبس. وحطيت الازاز الزيت والخل، وضفت الفانوس القمر ده، وكمان الستاند بتاع المناديل عشان يكون جنب البوتاجاز، لان الكورنر ده جنب البوتاجاز. الشاطر بقى اللي هيعرف ان الفانوس ده انا اللي عاملاه من حاجات يعني هبله قوي، عارفين اللي هو الدي اي واي سهل جدا، برطمان عادي جدا. وعملت له حاجات بالخيش وحطيت له اضاءه من جوه، عملت فانوس امور جدا. بس بصراحه ما صورتوش يعني،
فلو حابين اصور معاكم حاجه زي كده اكتبولي برضو، هعمله معاكم ان شاء الله تاني. بس جيت بقى هنا للبوتاجاز. البوتاجاز كان نضيف والحمد لله، ما كانش فيه اي حاجه، بس كان عايز يتلمع. فانا لما يعني بحس ان هو عايز يتلمع كده واحس بلمعته، بعمله بفوطه الزجاج بتاع جرين واي. بجد هي بتبقى رهيبه، هي بديله للجلانس يعني اي ملمع عامه. فهي بتلمع حلو جدا، المرايات، سطح البوتاجاز، الباب بتاع البوتاجاز، المرايه، فبتكون عمليه جدا. بس وحطيت بقى كده برضو حاجات كده جديدة، يعني عملت كده الشلال ده برضو حطيته هنا. والرف ده انا عاملاه من المره اللي فاتت معاكم، انا قلت لكم عليه، اللي هو جنب البوتاجاز من مله سرير اصلا. حطيت كده الصينيه الخوص دي عشان اداري بيها الماسوره بتاعه الغاز و... وفي نفس الوقت انا بستخدمها يعني. بس وعملت كمان المنظم ده برضو دي اي واي على فكره، كانت علبه عاديه عندي، كان لونها بينك. فقلت عايزه احط فيها المعالق والسباتيولات اللي انا بستخدمها وانا بطبخ. فطبعا مش هحط بينك يعني، فلفيت عليها اللي هم عارفين الكوسترات اللي هي الخوص دي، مش عارفه اسمها ايه، لفيته عليها يعني عشان يليق بقى مع بقيه الاكواب. وطبعا حطيت البراد بتاعي طبعا بحبه جدا في المطبخ، حطيته كده هنا. والمنظم المعدن ده انا كنت جايباه من السنه اللي فاتت، هو المفروض اصلا بتاع فاكهه يعني، بس انا حطيته هنا بقى، لميت فيه البرطمانات بتاعه التوابل اللي بستخدمها على طول، مرقه الدجاج، الولاعه، الملح، فاهمين الحاجات اللي بنستخدمها دايما جنب البوتاجاز. بس جيت بقى عند الرف اللي هو الخشبي ده، انا كنت قلباه طبعا، هو المفروض العكس، بس انا قلبته علشان احط العلب بتاعه التوابل، ومن تحت استغل اللي هو اسمها ايه، العصايه دي او الرف ده، ان انا اعلق عليه هوكات، احط عليه حاجات، اتنين في واحد، انتوا فاهمين، انا بحب استغل دايما الحاجات. بس حطيت بقى كده، كنت جايبه توابل، دي التوابل اللي بستخدمها يعني يوميا، حطيتهم كده هنا على الرف. الماسوره اللي هي اللي تحت دي، او الخشب اللي تحت دي، علقت عليها هوكات، عشان هتشوفوا دلوقتي هعمل فيها ايه. تغيير بقى، عارفين انا عايزه احس بتغيير، فرحت قلباه، بس يعني هو فكره بسيطه يعني. بس هحط كده العلب بتاعت التوابل. وقولوا لي برضو ايه رايكم في الكورنر ده. حبيت بقى طبعا اضيف زرع، وفي نفس الوقت خوص بقى، علشان الجزء ده اصلا كله خشبيات وخوص وكده، فيكمل بقيه الديكور. بصوا، انا المفروض في نيتي ان انا الحيطه اللي انا بصور لكم عندها دلوقتي، دي اللي انا عايزه افتحها. دي مش مفتوحه على الريسبشن، دي مفتوحه على الكوفي كورنر، على الطرقه اللي فيها الكوفي كورنر. فحاسه ان هي دي هتكون عمليه اكتر، لان هي مش هتبقى كشفاني قوي. الحيطه التانية هتبقى مفتوحه على الريسبشن، فهتبقى كشفاني، فهتبقى رخمه شويه. هي هتوسع طبعا، بس حاسه دي هتكون بالنسبه لي افضل، هتوسع معايا، وفي نفس الوقت مش هتبقى عمليه، هتبقى مفتوحه على الكوفي كورنر وعلى الطرقه، مش على الريسبشن. فهي دي اللي انا عايزه اهدها يعني، افتحها واعمل كده بقى رخامه كاونتر كده، اكمل بيه بقيه المطبخ. وبفكر كمان استغنى على البوتاجاز، يعني انا عايزه اعمل كذا حاجه. فبفكر كمان استغنى على البوتاجاز واعمله بيلت ان، عشان يوسع لي بقى، اللي هو يعني يوسع لي بقى الرخامه بتاعه المطبخ. ان انا البوتاجاز بتاعي كبير، بوتاجازي اللي هو كينج ده، كريازي كينج، فكبير ضخم جدا جدا، فواخد حيز كبير جدا من المطبخ بصراحه. انا حطيت الترابيزه بتاعت ايكيا دي هنا، عشان قلت بقى عشان رمضان، ولما عاوزه اجهز حاجه او كده تبقى جنبي، اعرف اقعد اجهز عليها. وحاطه عليها الساندوتش ميكر، حاطه اباجوره، عشان انا ساعات بحب اشغل كده اضاءه هاديه وانا بجهز الحاجه بالليل، انتوا فاهمين. وكمان بتنفعني في التصوير، لان انا دايما بحب وانا بصور احط الاباجوره دي، بتفرق جدا. جبت بقى السبراي مود بتاعت جرين واي، خطيره بجد بجد، منجزه بطريقه مش طبيعيه، بجد بتنجزني جدا اليومين دول، لان انا ببقى عايزه اسهل على نفسي بصراحه التنظيف، فحلوه جدا. فانا جبتها وبعمل بيها كل حاجه تقريبا. لمعت كده المطبخ، وفرشت كمان السجاده الجديده. من خدت بالي انا جبت بقى سجاده جديده، ده بديل سجاد، حسيت الوانه لايقه قوي مع الوان المطبخ، وحلوه جدا جدا بصراحه.
هوريها لكم برضو في اخر الفيديو شكلها بالظبط. هي بجد عمليه جدا في المطبخ بجد. طبعا حطيت الراديو، اخيرا جبت الراديو. الراديو بجد في المطبخ يعني حاجه مهمه جدا جدا. بس وهشغل بقى الفانوس واحس باجواء بقى كده رمضان. الفانوس ده انا بحب قوي احطه هنا. انا عندي اتنين على فكره يا بنات، عندي واحد بحطه هنا دايما في المطبخ، وفي واحد تاني ابيض شبهه كده دايما بحب احطه في الريسبشن بقى في الاوضه كده يعني. بس شغلت بقى الشمعة. الشمعة دي على فكرة انا اللي عاملاها مع الشموع التانية. ان شاء الله انزله لكم في الفيديو الجاي. الشموع اللي انا كنت عاملاها من بواقي الشمع. بصوا بقى خطير بالليل بقى، والاضاءة هادية، والفانوس ده بس اللي شغال كده بجد بيدي جو حلو جدا. بس فما حطيتش حاجات كتير بصراحة لرمضان في المطبخ، ما حبيتش ان انا ازحم الدنيا. انا عايزة الدنيا تبقى هادية وسيمبل، ما فيهاش اي كركبة. كل الحاجات اللي حطها ديكورات بستخدمها، وفي نفس الوقت حطيت تاتش بسيط يحسسنا برمضان. في الريسبشن بقى يعني الموضوع مختلف تماما، يعني هتلاقوا تجديدات بقى وحاجات يعني جميلة مش هحرقها لكم بصراحة، بس بجد هتعجبكم جدا. بس حطيت بقى كده الباسكت، غيرت الكيس بتاعه، والفوطه اللي انا بستخدمها دايما عند البوتاجاز. عايزه اوريكم بديل السجاد لانه بجد بجد خطير، عجبني جدا. اولا سهل جدا في التنظيف، الوانه حلوه يعني هاديه كده. حبيت اعمل كده الالوان دي عشان تليق عندي في المطبخ. هو كده كده بيتنفذ بالالوان اللي انتوا عايزينها بالمقاس اللي انتوا عايزينه، بس هو عملي لان هو تنظيفه سهل. بصراحه بيقع مني حاجات كتير جدا، بيبقى تنظيفه سهل قوي. الظهر بتاعه كمان بيبقى محبب كده، يعني فيه حبيبات كده فبيمسك في السيراميك، دي حاجه حلوه جدا بصراحه. بس فيديو النهارده خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش بقى تكتبوا لي رايكم تحت في الكومنت، واستنوا الفيديو الجاي عشان هيعجبكم جدا 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 باذن الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد. يلا باي باي.